مواطنة أمريكية سوداء البشرة تتصل بالنجدة لأنها تشك في تسلل أحدهم إلى منزلها. حينما تصل الشرطة، يطلب الشرطي الدخول إلى منزلها لأخذ بعض المعلومات الشخصية. يأمرها ضابط الشرطة أن تزيل القدر المغلي من على النار. تقوم بالفعل، وبينما تزيل القدر يرديها قتيلة بثلاث رصاصات أحدهم اخترقت رأسها، لتسقط سونيا ماسي صاحبة 36 عاما صريعة. ويرفض الشرطي مساعدتها أو حتى تقديم يد العون لها بينما تفارق الحياة بلا أي ضمير أو شعور بالندم. والسؤال هنا: إلى مدى تستمر أمريكا التي تدعي الديمقراطية في قتل مواطنيها السود واضطهادهم مثلما تضطهد العرب وتساعد إسرائيل على سرقة أراضيهم؟ جورج فلويد، ثم سونيا ماسي، والبقية تأتي نفس الأسلوب ونفس الطريقة مع اختلاف الأشخاص والأماكن. 167 حالة قتل لمواطنين سود على يد الشرطة الأمريكية هذا العام، والله وحده أعلم كم سيبقى من الأمريكيين من أصول أفريقية حتى نهاية هذا العام. شرطة ونظام لا يحذو حذو الدول والحكومات في التعامل مع مواطنيهم ويصر على سلوك العصابات. سونيا ماسي ليست مجرد رقم، إنها حياة إنسانة كانت تستحق الحياة، ماتت على يد كانت من المفترض أن تحميها. سلوك حكومة ونظام يقود العالم إلى المزيد والمزيد من العنصرية واستباحة الدماء الإنسانية.